بتاع ده جامد قوي، اول مره اكله. الفطار النهارده من عند عم زغلول، واحد من اشهر مطاعم الفطار اللي موجوده في اسكندريه وتحديدا منطقه الازاريطه. مش هتلاقي عنده فول وطعميه بس، لا هتلاقي عنده اصناف كتير اشكال والوان وكلها احلى من بعضيها. وانصحك تنزل هناك بدري عشان تلاقي مكان بسهوله. العم زغلول واخد دكتوراه في الطعميه المحشيه، ريحه الطعميه وهي بتتقلي مفحفحه كده في الازاريطه كلها. الطعميه هناك المظات، هتلاقيها ساده وهتلاقيها محشيه جبنه وهتلاقيها محشيه بسطرمه، ويا سلام بقى على شويه البطاطس اللي عنده في حته تانية. والاسعار هناك معقوله جدا بالنسبه للكميه. هتلاقي عندهم سيرفيس ب 60 جنيه وده يكفي فردين مرتاح، وهتلاقي عندهم سيرفيس ب 110 وده يكفي العيله كلها. تعالوا بقى ندوق الفول بتاع عم زغلول، وهنسمي بالله وهنقول هام يا جمل. واما عن الفول انا مش لازم اقول انه كريمي وطعمه رهيب ومتحوج كده بشويه زيت رايقين، والطحينه غرقانه على وش الفول. مش لازم اقول ان فول بطعم مختلف تماما، بطعم البهجه والانبساط. ما العم زغلول معروف للاسكندرانيين ومشهور بصاحب السعاده. ونيجي بقى للميكس الرهيب ده، فلافل محشيه بسطرمه وجبنه كيري. وخلي بالك من الجبنه الكيري عشان هتوحوح لك بقك. يا لهوي. الغريب في الطعميه هناك ان هي مقرمشه جامد من بره والجبنه سايحه خالص من جوه، طعمها جامد جدا. قرص الطعميه ده يستحق ياخد عليه شهاده الدكتوراه. دي اختراع، دي مش طعميه مصري، دي طعميه زغلولي. ونيجي بقى للبطاطس المسلوقه اللي غرقانه بصوص المايونيز، طعمها جامد جدا. وجربنا كمان البطاطس المتخلله بشويه خضره كده، بس الصراحه البطاطس المايونيز كانت احلى منها بكتير. والبطاطس الصوابع عنده على قد ما هي حلوه، بس برضو البطاطس المايونيز في حته تانية خالص. وتعالى بقى لسلطه البابا غنوج دي اللي حوار بجد. حتى شوف البتنجان سايح، بتنجان سايح. ده بقى اختراع جديد من عند عم زغلول، ده عيد بالدقه حاجه سوبر لوكس. تسلم ايد عم زغلول. ده عمرك رئيس. ندوق الاختراع الاول. وده بقى عيش شامي متقطع قطع صغيره ونزل في الزيت، خد تحميره من على الوشين، واول لما طلع على طول خد على وشه شويه كده من الدقه اللي بتتحط على البتنجان. شوف انت بقى طعمه هيبقى عامل ازاي. خد حته. والجبنه القديمه هناك بقى عندهم على قديمه معتقه كده وطعمها يخطفك لزمان. حاولت كده احط التاتش بتاعي وخدت لقمه من الجبنه القديمه وحطيت عليها لقمه من الفول. بس بقول لك ايه، جمدان بجد، ولازم تجربوا الميكس ده بنفسكم. دي على دي حصر عظمته. ودي بقى صوابع الكروكيت، دي برضو اختراع، بطاطس بوريه كده محشيه بالجبنه متحمره في البقسماط. لازم لما تروحوا هناك تجربوها. بطاطس مهروسه بالجبنه، بس اختراع برضه. والحكايه بقى عندهم البتنجان المخلل ده اللي واخد الطشه بتاعت الخل والثوم، جمدان بجد. مش قادر. ولو عملت زيه ومش قادر تكمل يبقى تلف بقيه الاكل ده سندوتشات وتديه لاي حد غلبان، وتبقى كمان كسبت ثواب. وما تنساش تاخد من عندهم القلم وتكتب اسمك على حائط صاحب السعاده. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.